هذه مخازن المجمع لقط غيار في داخل المجمع الإنتاجي للدواجن والأبقار تورغة. الآن تعرض لي المجمع إلى قصف عدواني صليبي، وهذه هي مخازن قطع غيار للمجمع الإنتاجي للدواجن والأبقار. تعرضت الآن إلى قصف من قبل العدوان الصليبي، وهذه ورشة لتصليح الآليات. وهذا الآن اللي نراه هذه المخازن الرئيسية لقطع غيار. مخازن يوجد بها اسطوانات غاز وسيارات عاطلة وجرارات بهذه المخازن. تعرضت الآن إلى قصف عدواني صليبي، وهذه مش موقع عسكري، ولا هذا موقع مدني. ونراها الآن النيران مشتعلة بها وتدمرت بالكامل. هذه الثلاجة اللي نراها الآن ثلاجة لتسويق منتجات المجمع الإنتاجي للدواجن والأبقار تورغة. كما نراه هذه تعرضت إلى صدايا من ضمن صواريخ حلف الناتو. وهذه مخازن ليس مخازن عسكرية يعني، كما نرى الآن في الشاشة الآن. هذه سيارات عاطلة تم تخزينها بهذا المخزن، وجرارات كذلك نفس الشيء عاطلة لكي يتم تصليحها. هذين كلهن تعرضت الآن إلى قصف عدواني، وهذه هي سيارات خردة يعني. وهذه هي حاويات قطع غيار تم تخزين فيها قطع غيار للمجمع، لقطع غيار سيارات الخاصة بالمجمع والجرارات. وهذا كما نرى عمق الحفرة الآن. اشبح الحفر اكثر 5 متر ولا 5 متر. وين 3 متر؟ هذه خرسانية فعل الاستعمار. هذا اللي فعله بمشنة مش باستعمار. مشنة
حسب ما قال المهندس البضاعه اللي فيه رسمي تقدر ب 2 مليون. هذه حماية المدنيون التي يدعون أن يحموا في المدنيين، ولكن ليس حماية المدنيين، هذه مواقع مدنية يتم تدميرها.